أهل الكوت هم قصة مشهورة. أهل الكوت يقولون اجينا يم القاعدة الأمريكية على الطريق، لقينا لنا واحد جندي أمريكي لازم بيده كرتون، بس الكرتون بأكل طعام، بس طعامهم هم هذا المعلب بسكت ما اعرف ايش ما اعرف، المهم جاي يوزع فرد شيء. هذا الأمريكي يجي للزوار، واحد ياخذ منه 50 ما ياخذون منه، مو بس يخافون، يا اما يخاف خطر على روحه، يا اما خاف الاكل ما ينسجم مع الشريعه الاسلاميه، يخاف. وصل الخبر لاهل الكوت، يابا اكو هذا جاي يجي وجاي يوزع على الزوار وما اعرف ايش، تعالوا شوفوا القضيه شنو. اجوا يتجمهروا عليه جماعه، وبها تدخلت هم الحكومه، الاداره المدنيه، الحكومه المحليه هم تدخلت. سالوه الامريكي قام يبكي، قالوا له انت ليش تبكي وليش هالشكل سويت؟ انت جاي على الشيعة ذول زوار ال40. يقول قام يبكي فترة من الزمن، صاح للمترجم تعال سولف وياهم، دا يحكي لهم. يقول لهم العام الماضي بهيج ايام الاربعينية وزيارة ابي عبد الله الحسين، انا واقف بباب القاعدة الامريكية، سألت قلت هذول الناس وين رايحين؟ المترجم قال لي ذول الناس رايحين يزورون الامام الحسين ابن علي ابن ابي طالب. بويا من الحسين؟ شوية سولفت له، يقول المترجم شوية حكيت له عن الحسين. يقول هذا واقف يمي بكى، قال انا صار لي 8 سنوات ما عندي بيبي، ما عندي طفل، ما عندي طفل. هسه ما يقولون من ذنوبهم، مو احنا هسه من قلت لك ايش قد اكو شحب الاطفال الان، ايش قد اكو ناس يعني جاي يعالجون مستشفيات العقم وغيره، لكن من كثرة الذنوب الله سبحانه وتعالى جاي يقرض النسل شوي شوي مع الاسف. وما ادري هم هو يمكن عقاب الهي، ما ادري يمكن، ما اعرف، على العموم الحكي الى تفاصيل. فيقولون هذا قال انا صار لي 8 سنوات ما عندي اطفال، وتوسلت الله بهذا الرجل اللي جاي يروحوا له مشي، ذول الناس اللي جاي يروحون يجددون عهد له، توسلت الهي بحق هذا الرجل اللي اسمه الحسين، اريد انا طفل. هو الرجل نصراني، ولكن بعد مرور شهر يقول انا بهذا الشهر كل ما انام اتعلق بهذا الرجل اللي مشوا الى الملايين الى قبره، كل ما انام اتعلق به، كل ما انام اتعلق اكثر. بعد مرور شهر خابرتني زوجتي قالت انا رحت حللت، يقولون انت صار عندك حمل. زين بعد اكو تفاصيل بعد. يقول انا قلت لهم اخذوني لذاك المكان. المترجم قال لي ما تقدر تروح لذاك المكان. ليش؟ اولا انت مو مسلم، انت نصراني. اثنين اخاف تنعرف، واخاف عليك الوضع الامني هم مو زين. لكن احنا عندنا يقين، الشيعة عندهم يقين انه اذا تصعد انت فوق السطح وتتوجه الكربلة وتنخى الحسين، الحسين يسمعك، اشهد انك تسمع الكلام وترد الجواب. انت الان هذا درج عندك، اصعد توجه للحسين. يقول هذا انا بقيت فترة 7 اشهر يومية اصعد على السطح انخى الحسين. ابا عبد الله ثبت لي هذا الحمل، ثبت لي هذا الحمل. بعد 9 اشهر ويوم الزوجة انجبت ولدا سماه حسين. هاي بركة الحسين يا شباب. الان انت في مجلس الحسين تسأل من الله بحق الحسين، وعندك قلب سليم وفطرة سليمة ونية صادقة. اقسم بالله وانا على منبر الحسين ما ترجع فارغ، بس صفي قلبك، بس خلي نفسك تتقرب، وعلى هاي دموعك تقلب موازين الكون. لو قلت لإلهي بحق الحسين بس كون قلبك سليم. اللي هنا وتنتهي قصتنا لهذا اليوم. واذا عجبكم الفيديو لايك للفيديو، لا تنسون الاشتراك في قناة قصص واقعية على اليوتيوب وتفعيل الجرس على مود يوصلكم كل شيء جديد واول باول. تقبلوا تحياتي، اني علي البهادلي، واحنا وياكم انتظرونا بحلقة جديدة وقصة جديدة. في امان الله وحفظه، دمتم سالمين.